السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح محمد بن إسماعيل: ما دواء الحفظ في العلم؟ كان البخاري يحفظ مئات الآلاف من الأحاديث، فقيل له: ما دواء الحفظ؟ كان شائعا أن هناك أدوية للحفظ، ظنوا معها أن البخاري يتعاطى ذلك، كما كان بعضهم يتعاطى بعض المأكولات أو بعض اللبان أو بعض إلى آخره ليقوى الحفظ. فقال من تجربته: لم أجد للحفظ أنفع من نهمة الرجل وكثرة النظر. أمران: نهمة الرجل يعني نهمة طالب العلم، وهكذا كان أهل العلم، النهمة والرغبة والحرص الشديد بحيث يجتمع في العلم ليلك ونهارك وتفكيرك، وإدمان النظر أيضا، كثرة المطالعة، لا تغفل عن العلم، لأن العلم ضيف شريف عليك، إن أكرمته بقي عندك، وإن تركته تركك ورحل، وهذا مجرد. فبقدر ما تقبل على العلم يقبل عليك، وبقدر ما تغفل عنه يغفل عنك ويذهب. الحفظ أساس في العلم كان العلماء عليه، ولا تلتفت لمن يزهدك في الحفظ، لأن الحفظ يبقى، وأما الفهم فهو يأتي ويذهب، لكن إذا ركز الحفظ جاء الفهم بعده، فبقي الحفظ والفهم ما شاء الله. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.